عندنا اتصال أخير لو يكفي. نعم، اتصال أخير من مصر، ناخذ هذا الاتصال من مصر. نعم إن شاء الله. أحمد عندنا من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أيوة أنا سامعك يا أحمد، تفضل. أنا عايز أقول لكم اتقوا الله وتقولوا كلمة حق. نعم. أيوة عندك حاجة تانية؟ إحنا أحمد اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون بس. أنا عايز أخش في مواجهة أو مناظرة مع واحد من أهل السنة. نعم. ونقدر نعرف الحياة فيه، بتقولوا أنت على حق. تمام؟ طيب. واحنا كنا بنقول أنت على صح. طيب. شكرا جزيلا أخي أحمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مفروض تخوضوا معنا في مناظرات. الآن هذا الأخ الذي اتصل قال ليش الشيخ ما يخوض مناظرات مع علمائنا؟ هو احنا لاقين وقلنا لا؟ احنا سنوات واحنا نحاول نركض وراهم واحد واحد، نقول تعالوا تناظروا مثل أوادم كرجال، لا أحد يقبل. شو نسوي لكم؟ تناظر بعضهم معنا وتستطيع أن تذهب إلى الإنترنت وترى. عندنا مناظرة مع عميد كلية الشريعة في قطر دكتور يوسف الصديقي، أفحمناه فيها. عندنا مناظرة مع إمام مسجد السهلي في الرياض، الشيخ هذا أبو عائشة عبد العزيز الشريف، والحمد لله أيضا أفحمناه فيها. أكثر من مناظرة. أيضا الشيخ الجنايني، الشيخ حسن الجنايني من الأزهر، والشيخ هذا إمام مسجد أسبانيا، شنو اسمه؟ أبو محمد البدوي. هؤلاء الذين قبلوا أن يدخلوا معنا في نقاش، وبإمكان أي شخص أن يذهب ويستمع للمناظرات. والحمد لله حتى خصومنا يعني الحمد لله هؤلاء قسم منهم يعني، أو أستطيع أن أقول تقريبا كلهم كانوا إلى حد ما عندهم شيء من الأدب والإنصاف فشهدوا لنا. يعني حتى هذا الدكتور القطري قال أنا يعني أحترم صراحة الشيخ وعلمه وكذا، ونفس الشيء قال الجنايني، ونفس الشيء قال البدوي، ونفس يعني قالوا على الأقل يحترموننا في أننا صرحاء، ولدينا بحمد الله هذا العلم، وثابتون على موقفنا الرافضي. فأنت يا أخي الكريم يا من طلبت الآن أنه نحن نتناظر، أنت روح حاول بمبادرة منك أن تقنع أحدا منهم أن يقبل دعوتنا للمناظرة. نحن نصيح ونكرر هذا الإعلان، والإعلان كم مرة يتكرر على القناة وموجود على الإنترنت. عندنا مناظرة يعني طلبنا المناظرة في تقييم شخصية عائشة بنت أبي بكر. أنا هذا الذي أريد، لا يطرحون مواضيع أخرى، هذا يعتبر فرار يعني مثل وصابي وغير وصابي هؤلاء زقنبية. على أساس شنو؟ أنا أعرض عليه أقول له أريد أن أتناظر في عائشة، يقول لي تعال نتناظر بالإمامة. إيش دخل إمامة بعائشة الآن؟ إيش دخل شعبان بشبعان؟ إحنا كلامنا حول عائشة الآن، ليش دخلني في الإمامة وغير إمامة؟ أناظرك بالإمامة بس خلي نخلص من عائشة الحميراء أولا، بعدين نروح. المسألة بهالطريقة تأتي. ما يقبلون كلامنا. نريد مناظرة في أنه ما الواجب على المسلم، أن يتولى عائشة أم يبرأ إلى الله تعالى منها. نتناقش بأدب، مناظرة حول تقييم هاي الشخصية الخلافية بين المسلمين. إحنا ليش المسلمين ما نختلف في خديجة عليه السلام؟ يعني ما عندنا مشاكل عليها، ما عندنا مؤاخذات، لا يوجد شيء يثير الريبة في شأنها. ليش ما مختلفين؟ لماذا نحن لسنا مختلفين في شأن السيدة أم المؤمنين أم سلمة مثلا عليه السلام؟ لماذا؟ ليس عليها مؤاخذات. لماذا لم نختلف في السيدة ماريا؟ لماذا لم نختلف في السيدة مثلا ميمونة مثلا، ميمونة بنت الحارث مثلا؟ كلهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماكو عليهم مؤاخذات. فإذا لما نقول عائشة لأنه هنالك مؤاخذات، وإلا لماذا شطر المسلمين يرفضونها ولا يتولونها بل يبرؤون إلى الله تعالى منها؟ لابد إذن حل هذا الإشكال حتى يتبين الصبح لذي عينين، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. تعالوا حتى نتكلم نتناظر. هذا الآن الخط مفتوح. أي واحد الآن
من مشايخ الأزهر أو غيرهم عنده استعداد للكلام في هذا الموضوع والنقاش الآن فليتصل، نتناقش في عائشة، نحسم هذا الموضوع. هنالك جدل فكري كبير الآن في الأمة، الجدل يدور حول تقييم هذه الشخصية المثيرة للجدل، شخصية عائشة بنت أبي بكر. هل هي المبرأة من فوق 7 سماوات أم المدانة من فوق 7 سماوات؟ هل هي مؤمنة أم هي منافقة؟ هذا ألا يحتاج إلى حسم؟ ألا يحتاج إلى بيان؟ لماذا أنتم تخافون وتجبنون من المواجهة؟ لماذا طريقتكم هي الأكاذيب أو الرد من بعيد؟ ليش؟ وتواجه على التلفزيون. يقول ماذا؟ يقول لا، أنت عليك أن تأتي. لماذا أنا علي أن آتي؟ يعني ليش؟ لماذا اشتراط شروط تعجيزية؟ هم يعلمون أن وضعي القانوني وضع غير سليم، أنا ما عندي جنسية ولا جواز، أين أذهب؟ أين آتي؟ أنتم عندكم جنسيات وجواز، أنتم تعالوا هنا، اجلسوا هنا بقربي ولنتناظر. يعني مسألة واضحة. والآن لا نحتاج إلى أن يأتي أحد للآخر. أكو وسائل اتصال، أكو أقمار صناعية. أنتم وين عايشين؟ أقمار صناعية، وحتى بالتليفون نتناظر بالتليفون. يصير لو ما يصير؟ يصير. يعني ليش هاي الشروط التعجيزية؟ أو ذاك مال المغرب، هذا واحد فزاري، ما أدري فزازي، نسيت شنو اسمه، كان مسجون فترة من هذول الحركات الجهادية وكذا، وأيضا عرضت عليه المناظرة، راح قال ماذا؟ قال واحد من أمرين، إما هو يأتي إلى المغرب فأناظره، وإما أن يأتي بي إلى بريطانيا بشرط الفيزا عليه، وفندق أيضا 5 نجوم هم عليه، وكل مصاريفي عليه، وإلا إن لم يفعل ولن يفعل، هكذا كتب، وإن لم يفعل ولن يفعل فعليه لعنة الله وهو المهزوم مقدما. هو ليش مخلي هالشروط؟ لأنه خبيث، يعلم لا أنا أقدر أروح للمغرب بسبب وضعي القانوني، ولا هو يستطيع أن يأتي إلى بريطانيا بسبب وضعه القانوني، لأنه هو ممنوع من دخول بريطانيا، لأنه مصنف ضمن قوائم الإرهابيين، هو كان مسجون في المغرب. فحتى لو أنا أخابر الملكة وأتوسل بها ليل ونهار، تطلع له فيزا ما تطلع له فيزا، تقول لي هذا إرهابي، وين تجيب لي أنا ناقصة إرهابيين عندي أريد أطلعهم، فما يفيد، مع أنه أنا أمون على الملكة يعني هي المفروض تقبل كلامي، بس هذا ما قبلت. فهو يعلم هذا الشيء، يعلم أنه لا أنا أستطيع أن أذهب ولا هو يستطيع أن يأتي، فلذلك يقول هكذا متعجرفا، وإن لم يفعل ولن يفعل فعليه لعنة الله وهو مهزوم. شنو هذا ما هذا العذر للهروب؟ هذا ما هذه السخافة؟ تتناظر إن شاء الله بالتليفون، تتناظر الآن، مو مسألة صعبة، تصل كرجل نتكلم ونتناقش. أكو الآن أيضا بالإنترنت يدخلوا لك أصلا، يودوا لك كاميرا وتتناظر صوت وصورة معنا، لنا وقتنا ولك وقتك. أما الجبناء أنصاف رجال، أشباه رجال، لا يواجهون. يشوفوني أحيانا هنا بالطرقات، أروح مثلا أتسوق، أروح كذا، أقضي أشغال البيت، ما عندهم قدرة على المواجهة، بس يسب ويروح، طريقته هكذا، يسب ويذهب. شايفهم أنا، وهم يعرفون أنفسهم أيضا، ولا اشتكيت عليهم. وأنا أستطيع أنه أنا لو أنزل عقلي إلى مستواهم، أروح لأقرب شرطة وأشتكي عليهم، يروحون يأخذون. مو قضية، أنا مو صعب علي، أنا لا مخلي نفسي سكيورتي ولا أمن ولا أي شيء، أطلع لي وحدي وأشوف أيضا سبابهم وأستهزئ بهم. ليش ما تواجه بشكل سليم؟ ليش ما تكون رجل خاصم بشرف، واجه بشرف؟ لا أكاد أجد مع الأسف إلا اللهم النزر اليسير، إلا اللهم النزر اليسير منهم وما أقلهم كالملح في الزاد. فإذا يا أخي أنا على يدك، يعني ليت أنه هذا يتحقق. روح أنت باشر، أنت من أهل مصر، روح هاي الأزهر ما شاء الله مليان هنالك أزهريون يربون كروشهم ليل ونهار، شغل مشغلة ما عندهم، أكل شرب ونوم. روح قل لهم أكو هذا الشيخ الرافضي يعرض عليكم المناظرة، وقد عرضتها حتى على شيخ الأزهر نفسه، وقلنا فلينتدب من يشاء من الأزهر ولنتناظر. يلا ما يقبلوا. عرضنا على السلفيين والوهابيين والما أدري كذا والإخوان مسلمين، وما تركنا أحدا إلا وعرضنا عليه.
طبعا لا نقبل أيضا بالمقابل أنه أي شخص هكذا يعني نكرة يأتي يناظرنا حتى يشتهر، ما يصير. لابد الشخص الذي يتقدم تكون لديه مؤهلات، لابد أن يكون من المشايخ المعتبرين عندهم، لديه مؤهلات، لديه مقام، لديه مقبولية في أوساطهم مثلا، حتى أيضا لا يقال بعد إذن أنت لم تتناظر إلا مع نكرة لا نعرفه، لما ننتصر عليه إن شاء الله ونفحمه يقولون هذا ما يمثلنا، هذا منو هذا ما لا نعرفه. لا، ما يصير هذا الكلام. لذلك لازم شخصية معتبرة، يعني ندية، تكون هنالك ندية بين الطرفين، أكفاؤنا لازم يصير بيننا وبينكم، فواحد لازم يكون من مستوانا يناظرنا، وما أسهله، ما أسهل ذلك ببساطة. وريت يا ريت احنا من فترة حتى الإخوة بالمكتب ايش قد هم حاولت، قلت يا عمي روحوا اتصلوا عليهم واحد واحد، حاولوا، أنا أريد مناظرة الآن من 4 سنوات، أنا أريد المناظرة، ما يقبلون، ما يأتون للمناظرة.